در. طيب ناخد اول اتصال كده في حلقتنا الليله ان شاء الله. الو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخ رضا. مرحبا، عليكم السلام شيخنا الحبيب وسام. الله يسعدك ويبارك فيك ويحفظك. الله يحفظك يا شيخ. معاذ. حياك الله يا شيخ حسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا شيخنا. جزاكم الله خير على هذا الطرح الجميل، وبشكر قناة الخليجية اللي هي أتاحت الفرصة لنا يعني، واحنا بنعمل ما طلب منا البابا شنودة ان احنا نرد، واحنا بنرد الان. يعني حضرتك بتتكلم عن موضوع التثليث وبتتكلم على موضوع لاهوت المسيح. اولا موضوع التثليث وموضوع لاهوت المسيح ممكن تدميره اولا في خطوه واحده او خطوتين. الخطوه الاولى يا اخي الفاضل، الكتاب المقدس او المسيحيين عامه يؤمنوا ان المسيح جاء بسبب الخطيه الاصليه، نعم، او الخطيه الجديه، او خطيه ابونا ادم كما يقولون. هذا كلام البابا شنودة الثالث في كتابه لاهوت المسيح صفحه 83-84 يتكلم عن وما دامت الخطيه موجهه الى الله اصلا، اي خطيه ادم، والله غير محدود، اذا تكون خطيه غير محدوده، واذا كفر عنها فلا بد من كفاره غير محدوده. نعم، ولكن لا يوجد غير محدود الا الله وحده، لذلك لا بد ان الله نفسه يتجسد ويصير ابن انسان حتى يقوم بعمل الكفاره. نعم. اذا هذه الخطيه الاصليه هي اساس عقيده التجسد، اي تأليه الانسان يسوع، واساس عقيده الفداء عن طريق الصلب. والمسيحيه كلها باختصار هي تجسد وفداء. هذا التجسد والفداء مبني على خطيه ادم. الآن المسيح عليه السلام عندما سأل رئيس الكهنة عن عقيدته، عن إيمانه، عن تعليمه، في إنجيل يوحنا الإصحاح 18 العدد 19-20 قال يسوع: أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع والهيكل حيث اجتمع اليهود دائما، وفي السر لم أتكلم بشيء. يعني تعليم المسيح كلها كانت تعليم علنية. الآن لما نسأل أي واحد مسيحي نقول له: أين تكلم المسيح عن الخطيئة الأصلية وهي أساس العقيدة، أساس عقيدة التجسد أي تأليه الإنسان يسوع، وأساس عقيدة الفداء عن طريق الصلب؟ ليس هناك نص على الإطلاق من كلام يسوع يتكلم عن آدم أو خطيئة آدم. بالعكس، لو عملنا بحث عن كلمة آدم بالأربع أناجيل لن نجدها إلا مرة واحدة في نسب يسوع في إنجيل لوقا الإصحاح 3 العدد 38: آدم ابن الله. إذا المسيح كمان دمر عقيدة الخطيئة الأصلية عندما قال في إنجيل يوحنا الإصحاح 15 نعم، العدد 22 يقول يسوع: لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية. إذا الآن الأساس العقيدة، وأساس العقيدة هو موضوع الخطيئة الأصلية، وأساس عقيدة التجسد أي تأليه الإنسان يسوع، وأساس عقيدة الفداء يسوع لم يتكلم على آدم ولا خطيئة آدم. يا شيخ وسام، موضوع الخطيئة. اتفضل. يعني حضرتك عايز تقول للسادة المشاهدين ان كمان موضوع الخطيئة الأصلية ما علوش دليل؟ لا مش كده بس يا فضيلة الشيخ رضا، احنا بنتكلم الآن، يعني احنا نرجع إلى الأساس. ممكن تدمير ألوهية يسوع في خطوة واحدة. أساس العقيدة المسيحية التجسد والفداء. نعم. طب نسأل لماذا تجسد ولماذا فداء؟ يقول لك لأن آدم أخطأ، وهذا ليس كلامي. نرجع لكلام البابا شنودة في كتاب لاهوت المسيح صفحة 83-84. طب السؤال المطروح الآن: أين تكلم يسوع عن الخطيئة الأصلية وهي أساس عقيدة التجسد والفداء؟ ليس هناك نص واحد من فم يسوع تكلم عن الخطيئة الأصلية، بل يسوع يقول في إنجيل يوحنا 15-22: لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطيئة. الطريقة الثانية لتدمير ألوهية يسوع في خطوتين. الخطوة الأولى: ما في واحد مسيحي يؤمن أن يسوع هو الآب. الذي يقول أن يسوع هو الآب هذا مهرطق، دي هرطقة. لماذا؟ لأن المسيح في الكتاب المقدس وضح هذا الكلام. إنجيل يوحنا الإصحاح 5 العدد 31 المسيح يقول: إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حق، الذي يشهد لي هو آخر، شخص غيري أنا، someone else، وأنا أعرف إن شهادته حق. أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد للحق، وأنا لا أقبل شهادة من إنسان. أي الشاهد الآخر الذي يشهد ليسوع ليس بشر. من هو الشاهد الآخر؟ العدد 37 يقول: والأب نفسه
الذي أرسلني يشهد لي لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته. تمام. إذا الشاهد الآخر هو الآب. اثنين، المسيح يقول في إنجيل لوقا الإنجيل يوحنا العدد 14-16 وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزي آخر. يسأل المسيحيين من المعزي الأول؟ يسوع. من المعزي الآخر؟ الروح القدس. إذا يسوع ليس هو الابن، ليس هو متأسف، ليس هو الآب، يسوع ليس هو الروح القدس. ولو قلنا ان يسوع الآب يبقى هنا ما فيش تسليم. طب ممتاز. طيب هل يسوع أعلن صراحة من هو الإله؟ طب الخطوة الأولى أثبتنا من الكتاب المقدس ان يسوع ليس هو الآب وان الآب ده آخر. نعم، يسوع أعلن في إنجيل يوحنا صراحة الإصحاح 17 العدد 3 يقول يسوع يقول ورفع يسوع عينه نحو السماء وقال أيها الآب قد أتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك إذ قد أعطيته سلطان ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. من المتكلم؟ الابن. الابن بيخاطب مين؟ الآب. الابن موقوع في التثليث الأقنوم الثاني. يخاطب الأقنوم الأول يقول له وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوه أنت الآب الإله الحق وحدك. الآن يسوع يقر ويعترف أن الإله الحق وحده هو الآب فقط. لاحظ فضيلة الشيخ الكتاب المقدس من العهد القديم والعهد الجديد بيأكد على التوحيد ان هناك إله وهذا الإله ليس معه آخر. واحنا أثبتنا ان الأب ليس الابن والروح القدس ليس الابن. فين الكلام ده؟ على سبيل المثال التثنية 4:35 أنا قد أريت لتعلم ان الرب هو الإله ليس آخر سواه. جميل. لا واحد ملوش آخر، ما في آخر معه. عندك في الملوك الأول الإصحاح 8 العدد 60 يعلم كل شعوب الأرض أنا الرب وهو الله وليس آخر. تمام. إذا يا شيخ وسام. نعم اتفضل. يا شيخنا اتفضل. جزاك الله خيرا. يعني الفكرة اللي حضرتك عايز تطرحها عشان برضه تبقى قدام السادة المشاهدين وتبقى مفهومة للمشاهد البسيط معايا، ان الكتاب المقدس قال ان يسوع بالنسبة للآب او الابن بالنسبة للآب آخر، وان الله سبحانه تبارك وتعالى واحد أحد وليس آخر. فإذا أثبت أو حاول المسيح أن يثبت ألوهية الابن فإنه بذلك يكون قد أثبت وجود إلهين. ولو حاول بقى تأليه الروح القدس بقوا 3، يبقى الآن أنا عندي 3 آلهة وليس إله واحد. دخلنا بقى في تعدد الآلهة والوثنية. فالله سبحانه تبارك وتعالى لا إله سواه ولا رب غيره سبحانه جل وعلا. تمام معانا الشيخ وسام لسه؟ طيب أحسن الله إليك يا شيخنا وجزاك الله خيرا، وربنا يجزيك خير على هذه المداخلة القيمة. طيب ألو السلام عليكم.